يا صباح الفل والورد والياسمين عليكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا نبتدي النهارده فيديو جديد. حلة روايح الشتا بقى، ونعمل مع بعض الاكلات الشتويه كده اللي مكناش بنعرف نعملها طول الصيف. تمام. انتوا عارفين طريقتي في عمايل الفراخ، بس قبل ما نبتدي الفيديو يلا نسمي الله الاول ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. دي طريقتي يا جماعه في سلق الفراخ، اللي هو يعني بلفها كده بدعكها ببصلايه بطماطمايه وملح وفلفل واسيبها شويه، وبعدين اغلي الميه واحطها واظبط الملح والفلفل بتاعها واحط ورقتين لوري. تمام. او ساعات بديها تشويح كده. خلاص الفراخ استوت، طلعتها عشان ما تتهريش في الشوربه. والشوربه انا مش محتاجه اعمل منها اي حاجه يعني، فهعمل على كميه الشوربه اللي عندي كلها القلقاس. تمام. انا حطيت معلقتين سلق من اللي كنا مفرزينه سوا، نزلت عليهم بكيس القلقاس. القلقاس انا بفرزه ازاي يا جماعه؟ انا بقشر القلقاسه وبغسلها كويس بميه سخنه وبنشفها بفوطه نضيفه. وخلاص كده بقطعها مكعبات وبعصر عليها ليمونه وبحطها في اكياس في الفريزر. تمام. مش بقعد اغسلها كلها بعد ما بقطعها مكعبات كده تحت الميه واضيع الفايده بتاعتها. بغسلها بعد ما بقشرها وبنشفها كويس جدا. تمام. فحطيت القلقاس كده في الشوربه، طبعا من الكيس على الشوربه على طول، يعني مش بشطفه بميه ولا حاجه. معايا بقى معلقه سمنه بلدي وحطيت فيها معلقه توم مفروم، ونزلت عليها بمعلقه كزبره ناشفه كده. مش قادره اقول لكم على الريحه دلوقتي ازاي يا جماعه، كانت تحفه تحفه، كان ريحه الاكل خطير بجد. تمام. تاخد لون كده وهنزل بيها على القلقاس. يعني بجد روايح الشتاء، مش قادره اقول لكم اصلا احنا في اسكندريه هنا كاننا خلاص احنا دخلنا في الشتاء. الجو برد خلاص، وطبعا الروتين الجاي هفرش معاكم السجاد وكده لان الجو ساقعه. وانتوا عارفين انا كنت فرشه بس حافظات، فلقيت ان الجو ساقع فلا بقى خلاص مفيش، ما ينفعش بقى، لازم نفرش السجاد. تمام يا حبايبي كده خلاص. حطيت بقى التوم على القلقاس، هسيبه بقى على العين التانية دي يستوي. لو ما بياخدش سوا يعني. وهعمل شوية رز بالشعرية. بحب اعمل الرز بسمنة وزيت، يعني مش بسمنة بس ولا بزيت بس. حمرت الشعرية كده ونزلت عليهم بكوبايتين رز. تمام. بحط الملح بقى وبحط مية من الحنفية عادي، يعني ممكن تحطي مية مغلية عشان يعني يستوي معاكي على طول، بس انا بحط مية عادي من الفلتر. الرز ده رز بالزيت، في ناس ما بتغسلهوش اصلا، بس انا بحب اغسله بصراحة. خلاص كده خلاص الاكل جاهز معايا. حمرت الفراخ اهو، والقلقاس كان طعمه وريحته خطيرة ومن غير اي افتكاسات. يعني انا بلاقي فيه ناس بتعمل خطوات كتير قوي فيه، لكن يعني ده بأبسط طريقة. يا رب يا جماعة يكون الفيديو عجبكم. لو وصلتي معايا لحد هنا يا قلب اختك ما تنسيش تصلي على النبي في الكومنتات، وحبكم جدا في الله. واللي مش مشتركة معايا تشترك بقى يا جماعة. واستنوني بقى الفيديو الجاي ان شاء الله. الفيديو الجاي روتين وهيعجبكم قوي. مع السلامة.